الحمد لله تمام. ماشي الحال. أنا كنت بكلمك عشان أطمن على النقيب إسلام. والله إسلام كويس الحمد لله يعني. طب لو احتجت أي حاجة يعني قول لي. أنا خريجة طب عين شمس بالمناسبة، فيعني زمايلي ودفعتي دكاترة عندك في المستشفى. أكيد لو احتجت حاجة أكلمك. مع السلامة. ماشي مع السلامة. خير. قول لي بقى ايه الحوار، عشان ماما بعتاني من الاخر كده عشان اتجسس عليك. مفيش حوار ولا حاجة، دي الدكتورة اللي استقبلت إسلام في العريش قبل ما يتنقل على المستشفى في القاهرة، ودلوقتي بتكلمني بتطمن عليه بس. يعني هي عايزه تطمن على اسلام بس بتكلمك انت. يعني ايه المشكلة؟ الله. بقول لك ايه، لو رحتي قلت لامك على اي حاجة وبعد كده امك اصطادتني وقالت لي على الحاجات اللي انت قلتيها لها، انا مش هرحمك، فاهم؟ هتعمل ايه يعني؟ معرفش بس والنبي ما تقولي لها، اصل انت لو قلت لها على حاجة هي مش هتنزل من على وداني وانت فاهمة، عشان خاطري قولي بيكلم اي حد خلاص؟ اتفقنا بس بشرط تشد حيلك كده، ترد المكالمه، تفتح كلام، تنحنح صوتك شويه. انحنح صوتي؟ ايوه، ما تقفلهاش. ومبدئيا كده تحلق شنبك. شنب ايه اللي احلقه؟ انا مش فاهم، هو شنبي ده على وشكم انتوا ولا وش انا؟ تعبكم في ايه؟ لا مش هعرف اشوفك يا ابراهيم. اسلام كلمني وجيت له على المستشفى. مش قلت لك هيكلمك؟ طب ما تيجي. لا خليها المرة الجاية بقى. طب خلاص. ماشي حبيبي، يلا سلام سلام. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. صراط الله العظيم. أنت لازم تيجي متأخر، ما ينفعش تيجي في ميعادك. يا عم انت لما كلمتني انا جيت. طب اعمل ايه؟ أنا زي الفل، عايز أطلع بره أشم هوا 5 دقايق بس. تطلع بره فين؟ هطلع بره أشم هوا، جالي اكتئاب. 5 دقايق الكرسي ده والنبي. يلا النور، أنا قاعد كل ده مستنيك والله. استنى أنا بره. استنى اساعدك. ما تقلقش. بسم الله. بس كده، يلا هات البطانية. بسم الله. برد بره خلي بالك. مش مهم. هو حضرتك رايح فين يا فندم؟ نروح فين؟ 5 دقايق اشم هوا وارجع. يلا نور. ما تخافيش مش هخطف، رجعهولي. تعالى يا معلم بقى ايه على الكوبري ده، وكأنه كوبري ستانلي. انا عارف ان انت فاكر ان انا زعلان منك، بس الحقيقة انا عمري ما اعرف ازعل منك عشان انت اخويا. انا بس غصب عني كنت مصدوم بعد ما طلعت من العمليات وعرفت. ما بقتش عارف افكر ازاي، ما بقتش فاهم حاجه. انا كل اللي اعرفه عن نفسي ان انا ظابط مقاتل. عارف ان انا ممكن اموت في اي لحظه، وعارف ان ممكن اتصاب، بس عمري يعني ما يجي في خيالي ان انا مش هقدر ارجع تاني زي الاول واكمل. كان صعب عليا. عارف انا قابلت مين امبارح؟ قابلت مين؟ العميد سيد. هو انت ما سمعتش عن الهجوم اللي حصل على 101؟ عرفت. امي حاولت تخبي عليا بس انا عرفت. وعرفت ان العميد سيد استشهد. مش انت كنت بتقول لي هتعرف لوحدك عن ايه زياره؟ امبارح عرفت. قابلت العميد سيد عند الشجره الكبيره اللي في اخر الشيخ زويد. اتكلمنا كتير. قال لي كلام ريحني، ووصاني على بناته، ووصاني عليك. قبل ما يستشهد بيومين كان بيكلمني عنك. كان بيحبك يا اسلام. الله يرحمه ويحسن منه. الله
الله يرحمه. احنا قلبناها كان ليه بقى؟ انا قلت لك طلعنا شم شويه هوا. صحيح الرجاله عاملين ايه؟ علي واسماعيل وخليفه وكله زي الفل كلهم الحمد لله، بيسلموا عليك. طب هاتهم لي معاك الزياره اللي جايه. ماشي. زوزو عامله ايه صحيح؟ من كام يوم كده بس خوفتنا عليها شويه، رحنا المستشفى بس اطمنا عليها الحمد لله زي الفل، ما فيهاش حاجه. خرجت يعني؟ خرجت الحمد لله. كان بتكلم امك امبارح اصلا. الحمد لله الحمد ما اعرفش ايه اللي فكرني بالموضوع ده دلوقتي. بس فاكر لما انا وانت اتحبسنا في بيت التكفيرين اللي على التبه العاليه؟ يا ربنا على اليوم ده. عمال اقول لك تقلقش يا نور، العالي بيكسب الواطي، العالي بيكسب. وانا سامعها العادي عمال اقول ايه العادي؟ انا اعمل ايه انا دلوقتي لما يقول العادي؟ فاكر بعد المداهمه دي الواد التكفير اللي كان هيموت ويعرف احنا نزلنا فوق البيت ازاي؟ فاكر انت قلت له ايه؟ ده احنا في الجيش بيعلمونا نطير يالا. وعيل غبي برضه، ما احنا فوق وهم تحت، يعني عادي لما ننزل ونطلع. ولا الجماعه اللي كانوا بيطبخوا كانوا لسه دابحين وريحه اللحمه مجننه امي. عمال اقول لك استنى قاعد يخلصوا شاوي وندخل. كانت ايام حلوه. الحمد لله على كل شيء. طب ايه، ما بردتش؟ والله برد، مش حاسس بنص التحتاني. نسيب. تعال يا فاري. ثابت يا رجاله، سيبوا الكشاف يعدي. اسماعيل وصل لابوه بعد العربيه الثالثه. فجر العبوه موجهه يا اسماعيل، فجر يا اسماعيل. اخر عربيه طبعا. يا اسماعيل. تمام يا فندم. علي. تمام يا فندم. صحيح اسلام بيسلم عليكم يا رجاله. الله يسلمك. الله يسلمك. انا كلمته من يومين وقال لي ان هو خلاص هيخرج من المستشفى قريب. خرج امبارح الحمد لله. الحمد لله. هو في حد هيضم علينا في المجموعه يا قائد؟ قادم خالد بيقول لي ان في حد من الوحده هيضم علينا وغالبا هيجي النهارده. وحضرتك مش عارف هو مين؟ لا ما اعرفش، بس واضح ان حظه في رجليه، جاي على عمليه حلوه هيخش على السخان. الله كريم. طب اديني رنا يا نهى. حبيبتي يا رنوجه، انت نسيتي الدبدوب بتاعك جوه شنطتي. ده مش دبدوب، ده بوبو. انا اديتهولك عشان يسليك وانت مسافر. هجيبهولك وانا جاي. ابراهيم. الله الله الله، ايه جو الدباديب ده؟ هو انا داخل الاوضه غلط ولا ايه؟ هو انت اللي ايوه انا اللي جاي انقذ حياتك. المقدم خالد كلمني وقال لي لازم تضم على المجموعه دي عشان نور محتاس ومش عارف يعمل ايه، فقلت اكسب فيك ثواب. ايه متنح ليه؟ الحمد لله على السلامه يا صاحبي. الله يسلمك. عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله.
اتفضل. خير يا نور؟ ليه ابراهيم؟ يعني ايه لابراهيم؟ الوحده فيها ضباط كتير يتمنوا يخدموا في سينا. ليه اخترت ابراهيم؟ اولا السؤال مش عاجبني. ثانيا بعد العمليه اللي فاتت لقيت ان ابراهيم احسن بديل لاسلام. انت عارف ان ابراهيم صاحبي. انت اخترته عشان هو صاحبي. لا، عشان كفء. احنا ما بنشتغلش كاصحاب يا نور، بس لو عندك مشكله في الشغل يا ريت تبلغنا عشان نعرف هتكمل معانا ولا لا. تمام سيادتك. تمام يا فندم. هنسمع. اتفضل. المكان ده مكان لتصنيع وتخزين العبوات. الدخول إليه بالقوات هيكون صعب جدا عشان هم مفخخين حوالين المزرعة بالكامل. الوقت الوحيد اللي التكفيريين بيفصلوا فيه العبوات وهم داخلين، وبيرجعوا يشغلوها تاني وهم خارجين. المكان ده فيه كام عنصر؟ مش كتير، هم 5، لأنهم معتمدين على العبوات زي ما قلت لك. أهم واحد موجود وسطيهم هو الراجل ده، علي المهاجر. انضم للتنظيم في سوريا وبعد كده جه على مصر، وهو المتحكم في كل المكان. هو ده اللي معاه المفجر؟ بالظبط كده. هندخل بعد نص الليل. هيدخلنا عبد الله بن الشيخ موسى على اننا عمال بنا، وهيوصلنا المكان على مسافه 900 متر من الهدف. تمام؟ تمام. يلا يا رجاله، العربيات اتحركت. نجهز يا رجاله، معانا 7 دقايق قبل ما يفعلوا العبوات. تمام يا فندم. تمام هنا تمام. يا رجاله كله صاحب طلقه. تمام. توكلنا على الله، يلا. اثبت ولا حركه. معلش بقى، حمزه والرجاله راحوا باي، يلا عشان افسحك. يلا علي، خد وديه باي. معقول هيعملوا لنا كمين بطفله؟ احنا اتاكدنا من مصادرنا ان محدش عارف اهلها. الاصابات اللي في البنت دي بتقول ان هي اترمت من عربيه او موتوسيكل، ممكن تكون كانت مخطوفه او اهلها رموها وهم بيهربوا. المشكله يا فندم ان المصدر بتاعنا خايف ياخدها معاه البيت، لا يكون في تكفيرين راصدين ويتحركوا وراها. بس احنا مش هنسيب البنت دي يا فندم. انا دايس المنطقه هناك، سعادتك اديني الامر وانا انزل اجيبها. بالتاكيد مش هنسيبها. هنحرك مجموعه من الصاعقه وحرس الحدود يامنوا المنطقه، ومجموعه العمل الخاص تنقذ البنت. دي كويسه. اسمك ايه؟
اتحركتش بيها ليه؟ خفت يا قائد من العبوات، والتكفيريين بيتحركوا كثير حوالين المكان. طيب ايه رايك تيجي معايا؟ ها؟ تعالي ما تخافيش. بسم الله. ما تخافيش. يخلوا بالهم منك. تمام؟ عمليات من طارق. تمام يا فندم. تم التقاط البنت وهنخلي لها مجموعة العمل الخاص. أي أوامر يا فندم؟ تمام، اخلي وتعالى. تمام يا فندم. ليه؟ عايز تبيت هنا ولا ايه؟ نستنى شوية يمكن ربنا يرزقنا بواحد ولا اتنين. اسمع من بقك ربنا يا اخويا. صحيح، اخبار البنت الصغيره ايه؟ عندها صدمه، ما بتتكلمش مع اي حد، فمش عارفين نعرف عنها حاجه، حتى اسمها. بس الدكتوره امنه بتحاول معاها. طب هو ايه الاجراءات اللي بتتعمل في حاله زي دي؟ كل الاحوال هنهتم بيها. حسب اهلها مين بقى ناخد الاجراءات. ممكن تكون مخطوفه، تايهه، بنت حد من العناصر. طب هو انا ينفع اروح ازورها؟ اه طبعا، ربنا يبارك لك. كام كده؟ حساب كده 70 جنيه. الله، شكرا. البنت حالتها صعبة قوي. واضح ان هي ما بتختلطش بناس، عشان كده خايفة من اي حد يقرب منها. حتى التمريض وبتقعد طول الوقت تصرخ. طبعا انا حاولت اتكلم معاها بس للاسف ما بتقولش اي حاجة. طب انا جايب لها معايا شوية حاجات حلوة كده، يعني اي حاجة تبسطها ويمكن تخليها تفك. هي هنا في الأوضة دي؟ اه. أهلاً وسهلاً. بصي، أنا مش عايزك تخافي. أنا جايب لك حاجة حلوة. بصي، بتحبي الشوكولاتة ولا بتحبي البونبوني؟ كل الحاجات الحلوة دي أنا جايبها عشانك. أنا نسيت. وده كمان أنا جايبهولك مخصوص. إيه رأيك؟ عجبك؟ أنت عارفة، أنا عندي بنت أختي قدك بالظبط وحلوة زيك كده. حبيتي؟ انت اسمك ايه؟ لا، انت اكيد عارفة اسمك، مش معقولة يعني مش عارفة اسمك ايه؟ صابرين. صابرين، ده اسم حلو قوي يا صابرين. ما انت اكيد زي القمر وحلوة كده، لازم كمان يبقى اسمك حلو. حبيبتي انا مش عايزك تبقي خايفة من حاجة خالص، احنا هناخد بالنا منك كويس قوي.
مش بس لغايه لما تخفي، لا، لغايه لما تكبري كمان. شوفي بقى انت عايزه تكبري تبقي ايه؟ عايزه تبقي دكتوره، عايزه تبقي مهندسه، عايزه تبقي رسامه؟ بتحبي الرسم يا صابرين؟ شكلك كده بتحبي الرسم. انا المره الجايه وانا جاي هجيب لك معايا ورق ابيض كبير والوان كتير عشان ترسمي، عشان بعد كده تكبري تبقي رسامه كبيره. ايه رايك؟ بس مش عايزك تبقي خايفه من حاجه. دول كلهم بتوعك، بس ما تاكليهمش كلهم عشان سنانك. السكر الكتير بيبوظ السنان، واحنا عايزين نحافظ عليكي. انا اسمي نور، اي حاجه هتعوزيها انا هعملها لك. اتفقنا؟ طيب ممكن بقى ابوس راسك؟ باي. لا، ده خلاص بقى بتاعك ومحدش هياخده منك. اتفقنا؟ والمره الجايه ارجع الاقيكي مسمياه اسم، اختاري انت الاسم على مزاجك، ولا اقول لك ما تسميه نور عشان ما تنسيش اسمي. انا نسيت، وده كمان انا جايبهولك مخصوص. ايه رايك؟ عجبك؟ انت عارفه انا عندي بنت اختي قدك بالظبط وحلوه زيك كده. حبيتي؟ انت اسمك ايه؟ لا، انت اكيد عارفه اسمك، مش معقوله يعني مش عارفه اسمك ايه؟ صابرين. صابرين، ده اسم حلو قوي يا صابرين. وانت اكيد زي القمر وحلوه كده، لازم كمان يبقى اسمك حلو. حبيبتي انا مش عايزك تبقي خايفه من حاجه خالص، احنا هناخد بالنا منك كويس قوي، مش بس لغايه لما تخفي، لا، لغايه لما تكبري كمان. شوفي بقى انت عايزه تكبري تبقي ايه؟ عايزه تبقي دكتوره، عايزه تبقي مهندسه، عايزه تبقي رسامه؟ بتحبي الرسم يا صابرين؟ شكلك كده بتحبي الرسم. انا المره الجايه وانا جاي هجيب لك معايا ورق ابيض كبير والوان كتير عشان ترسمي، عشان بعد كده تكبري تبقي رسامه كبيره. ايه رايك؟ بس مش عايزك تبقي خايفه من حاجه. دول كلهم بتوعك، بس ما تاكليهمش كلهم عشان سنانك. السكر الكتير بيبوظ السنان، واحنا عايزين نحافظ عليكي. انا اسمي نور، اي حاجه هتعوزيها انا هعملها لك. اتفقنا؟ طيب ممكن بقى ابوس راسك؟ باي. لا، ده خلاص بقى بتاعك ومحدش هياخده منك. اتفقنا؟ والمره الجايه ارجع الاقيكي مسمياه اسم، اختاري انت الاسم على مزاجك، ولا اقول لك ما تسميه نور عشان ما تنسيش اسمي. ذنبها ايه البنت دي يحصل فيها كل ده؟ بس انت ما شاء الله شاطر قوي في التعامل مع الاطفال. انت عندك ولاد؟ لا، انا مش متجوز. هو انت عندك ولاد؟ لا، انا مش متجوزه. بس انت منين اصلا؟ انت يعني لهجتك مش عرايشي خالص. ياه، دي حكايه طويله قوي. هحكي لك. اهل ابويا من اسكندريه واهل امي من العريش، بس هم اصلا من دمنهور. ابويا بقى اتعرف على امي في جامعه اسكندريه، فحبوا بعض واتجوزوا. وابويا ساعتها قال بلدي هي بلد مراتي، فجه عاش هنا طول حياته في العريش لحد ما توفى من 5 سنين. الله يرحمه. الله يرحمه. فتقدر تقول يعني ان انا من هنا عايشه طول حياتي في العريش. انت بقى منين؟ من القاهره ولا منين؟ احنا من مصر الجديده عادي يعني كنا من مصر القديمه وبعد كده نقلنا بقينا في مصر الجديده. هو يعني انا عارفه ان انت ضابط جيش وكل حاجه، بس ليه احيانا بتلبس ميري واحيانا بتلبس كاجوال؟ انت مخابرات؟ لا يعني هقول لك بقى، دي قصه طويله جدا ومحتاجه وقت. ان شاء الله كده مره تبقي فاضيه، برضه مش هينفع احكي لك. طيب انا عايز ابقى اجي ازور صابرين تاني،
هبقى اقول لك قبليها يعني لو موجوده اشوفك. اوكي ماشي. طيب سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. ماشي. اتفضل. فاضي اتكلم معاك شويه؟ ولو مش فاضي تعال اقعد. في يا عم نور ما تقعد. انت نازل اجازه بكره مش كده؟ اه ان شاء الله. طب كويس عشان تهدي اعصابك شويه. ما تزعلش مني على اللي انا عملته لما عرفت حكايه ابراهيم. انا مش زعلان منك يا نور، وعلى فكره انا مدرك كويس قوي انت بتمر بايه. وانا كمان مدرك وفاهم كويس قوي طبيعه شغلنا، بس برضه ما تقدرش تنكر انه صعب على الواحد يبقى عايش وسط ناس في منهم زمايله، في منهم صحاب قريبين يستشهدوا، يعني فجأة مبقوش موجودين. ده ساعات بيخليني تسأل نفسك اشمعنى انت، مش كده؟ بالظبط. أنا عارف إن الأعمار بيد الله، بس لما الحاجة دي بتحصل كل اللي حواليا وما بتحصليش أنا، ساعات بحس بالذنب أو بحس إن أنا مقصر. بالعكس يا نور، وعلى فكرة طبيعي جدا تفكر كده وتسأل نفسك السؤال ده. أنا كنت زيك، وبرضه دلوقتي إن أنا سألت نفسي اشمعنى أنا، ما كنتش ارتاح غير ما الاقي الإجابة. ولقيتها. فاكر الورقة اللي أنت دايما تسألني عليها وعلى طول شايلها معايا؟ ساعتها أنا كنت في أول مدرعة ومدحت في المدرعة اللي ورايا. أول ما طلعنا الطريق سمعت انفجار شديد. ببص ورايا لقيت عبوة انفجرت في مدرعة مدحت. الفرق بينا كان مترين 3 وشوية ثواني. هو استشهد وأنا فضلت عايش. قعدت فترة بسأل نفسي اشمعنى أنا، لغاية لما زرت ولاده. سألت أحمد نفسك تبقى إيه لما تكبر؟ قال لي ظابط زي بابا. سألت محمد نفسك تبقى إيه؟ قال نفسي أبقى دكتور عشان ألحق اللي زي بابا. لقيت نفسي بمسك الرسمة بكتب عليها أسامي كل القيادات الإرهابية، وبدا هدف قدام عيني ما جربش. هي دي الإجابة للسؤال يا عم نور. إرادة ربنا، وإحنا أسباب. حلوة فكرة العصافير دي. انت ملونة الشمس برتقاني مش أصفر، صح؟ طب والشجر ليه مش مزودة اللون الأخضر؟ هو أنا جبت لك براية ولا لأ؟ لا. أنا آسف. المرة الجاية لما أشوفك هجيب لك براية، اتفقنا؟ تعالي ارسمي هنا. صباح الخير. أهلا. صباح الفل. جاي بدري النهارده. أنا كنت نازل أجازة أصلي فقلت أعدي عليها قبل ما أنزل. طيب ممكن اكشف عليها؟ اتفضلي. طب عديني. أنا آسف. ماشي. عدينا. صابرين عاملة ايه؟ الحمد لله. كويسة؟ جاي بقى اشوفك عاملة ايه النهاردة. بسم الله. المقدم خالد قال لي انها هتنقل النهارده القاهرة عشان تكمل علاج. بجد؟ ما كنتش أعرف. خدي نفس. هما جم واتكلموا مع البنت. صحيح هما ما عرفوش ان اسمها صابرين الا لما هي قالته لك، ومن ساعتها وهي بتتكلم معاهم عادي. شطورة صابرين. انت عارفة لما تنزلي مصر
انا هاجي عشان اشوفك هناك. مش هستناك. انت عارفه ان انا بحبك قوي. وانا كمان بحب. طيب انا هتكل على الله بقى. ماشي. صحيح ودني بقى لها فتره بتصفر لما بصحى من النوم ساعه ساعتين كده وبعدين الصفاره بتروح. تعرفيش ده من ايه؟ انت كده محتاج تروح لدكتور انف واذن وحنجره. دكتور وليد شاطر قوي هنا، انا ممكن اكلمه لك. وليد؟ اه. لا انا قلت انت عندك حاجه يعني، خلاص ابقى المره الجايه ابقى اجيله بقى. ماشي. سلام. سلام. تحب تشرب قهوه؟ عندي بن هايل يعني هنا في المستشفى. وانا كان عندي ميعاد، بس لو البن هايل لا نشرب فنجان مع بعض. ماشي. لا بس عندك حق، البن فعلا جامد. لو عجبك قول لي عشان ممكن اجيب لك منه. لا خالص انا مش عايز اتعبك، قولي لي بيتباع فين وانا اروح اشتريه. لا ما هو ما بيتباعش يعني اصل إيه؟ انا امي هي اللي بتعمله بنفسها، اتعلمته من جدتي وانا اتعلمته من امي، فيعني تقول متوارثه يعني كده في العيله. ده انتوا عيله نفسها حلو في البن بقى. وفي الاكل كمان. طيب انا مش عايز اطول عليكي ومتشكر على البن مره تانية. دي حاجه بسيطه. ما تنساش بقى تروح لوليد. وليد مين؟ دكتور وليد عشان ودانك. وداني الصفاره. لا حاضر. طيب يلا باي باي. باي. خليك يا اسلام، انا اللي هفتح. اقعدي خدي. اهلا يا حبيبي. ازيك يا طنط؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ دي مفاجاه. ايه يا اس؟ يا نور تعال. عامل ايه يا بطل؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني والله. وانت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. نزلت امتى؟ لسه نازل حالا، ما روحتش البيت حتى، جيت لك على طول. طمني يا عم اخلص. والله انا كويس، هو بس يعني الدكاتره عايزين نعمل شويه حاجات كده، بس انا مش قادر، انا زهقت، مش قادر اشوف مستشفيات. اسلام، كلام الدكاتره يتسمع بالحرف، علاج طبيعي تسمع الكلام، ادويه تسمع الكلام، الموضوع ده ما فيهوش هزار. ماشي. وبعدين الفتره اللي فاتت انا قعدت على النت، طلعت لك حاجه يا معلم، حاجه بيستعملوها الرياضيين المحترفين. تسلق جبال، جري مسافات طويله ومسافات قصيره. ده طرف صناعي، احدث حاجه موجوده في العالم. بعت جبته من بره انا والدكتور ماجد البكري. محتاج تمرين من شهر ل3 شهور بالكتير، وهتعمل بيه اللي انت عايزه وهتتنطط. ربنا يخليك ليا يا صاحبي، بس انت تعبت نفسك. انا مش عايزك تقعد تفكر في اللي حصل. كل اللي يجيبه ربنا كويس، انت عارف انا راضي. ما تدوش دماغك بيا. اما ندوش دماغي بمين؟ وبعدين لو انا كنت مكانك مش انت كنت هتدوش دماغك بيا؟ وربنا ما كنت هعمل اي حاجه، وانا هدخل على النت واقعد ادور على بتاعه ومش عارف ايه واجيبه لك وانت صاحبتي. عشان انت عيل زباله، لكن انا متربي ومحترم. اخبار الدكتوره ايه صحيح؟ انا بقالي ساعه قاعد مفيش كوبايه شاي، كوبايه عصير، اي حاجه. يعني يا رب تبقى شواف وتعمل لنا انت 2 شاي حلوين. الشاي بتاعكوا فين؟ الشاي عندك اهو. اخبار الدكتوره بقول لك، امنه بتاعت المستشفى. يا عم حد قال لك عليا ان انا اطرش؟ سامعني يعني؟ سامع. طيب انا عايز افرح. يعني هنعمل بقى العمليه دي ولا هنقضيها استطلاع العمر كله؟ انا راجل صاحب عام. مش عارف يا اس. انا حاولت اخلع من الحوار ده الفتره اللي فاتت بس ما قدرتش، شكلي اتدبست. وهفتحها في الموضوع بقى. طب ومستني ايه؟ بتحبك ايه على فكره؟ وربنا بتحبك، اسمع مني انا. انتوا بقالكوا شهور بتتكلموا. بذمتك ودينك، في حد يستحملك انت الشهور دي كلها غير لما يكون راحوا فيك؟ انا نفسي مستحملك بالعافيه. على فكره انت عيل رخم. والله العظيم ابنك ده رخم. عارفه ان هو رخم، بس بقول لك ايه، مش هتخرج من هنا الا لما تتغدى. مش هينفع، انا ما روحتش البيت. لا 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 والله امي هتزعل. لا ما هينفع. انا هكلم زوزو واقول لها ماما عامله ورق عنب يا حبيبي. لا خلاص تمام. يلا نتغدى سوا واكلمها انا. هاتي يا حبيبتي تسلمي. اتفضل بالهنا والشفا.
بقول لك ايه يا نور؟ هي مين الدكتورة أمنة دي؟ يا نهى رويتر دي مش هتبطل؟ الدكتورة أمنة دي يا حبيبتي الدكتورة اللي استقبلت إسلام في المستشفى بعد الحادثة. ما هي نهى قالت لي كده برضه. بس أنا يعني بقول إنك أنت لما جيت وأنت بتكلمها كده وشك نور وبقيت مش على بعضك. يا زوزو يا زوزو، أنت كنت في المستشفى ومفرهضة ومفيصة ومش شايفة قدامي. خدتي بالك إن وشي نور لما التليفون رن؟ طب إيه رأيك بقى إن أنا عندي حق والموضوع فيه إن؟ ما هو لو ما كانش في حاجة ما كنتش تقعد تلف وتدور كده بالشكل ده. بقول لك إيه؟ قول لي بقى كده بالهداوة وإلا هتلاقيني عندك في 101. 101 إيه؟ 101 إيه اللي أنت عايزة تجيها دي؟ مساء الفل يا زوزو، احنا جينا. أهلاً. وحشتيني يا رنوجة. عاملة ايه يا قلبي؟ وحشتيني. أهلاً يا حبيبتي. عاملة يا إيه؟ نور يا حبيبي انت جيت ايه؟ بس خليك أنت بقى في حالك يا فتانة. فتية حلوة. وحشتني قوي يا نور. وأنت يا روح قلبي أخبارك إيه؟ الحمد لله. فين بوبو؟ بوبو عجبه المكان هناك قوي، فقال لي خلاص انزل انت على مصر وانا هقعد هنا. يعني هو كده هناك لوحده؟ لا مش لوحده طبعا، ده قاعد مع اصحابي. كده يا نور؟ كده نسيب بوبو لوحده؟ وانا اللي كنت سايباه معاك امانه؟ انا زعلانه منك. استني يا بنتي تعالي هجيب لك يا رنوشة، هجيب لك غيره. تعالي سيبيه يا ماما، يستاهل سيبيه. الله. هكون موجود يا ستي ان شاء الله، هكون موجود. يعني لو عشت وكان ليا عمر هكون موجود ان شاء الله. ماشي حاضر حاضر. ايه كمان؟ لا لسه اعمل ايه؟ لسه ما لقيتوش. اول ما الاقيها هقول لك ان شاء الله. ماشي حاضر ماشي سلام. محمد رسول الله يا ستي. باي. ايه في ايه؟ انت اللي في ايه؟ مفيش حاجه. هتحكي ولا سيبك تاكل في نفسك؟ تصدق يا نور انا مش عارف ازاي السنين اللي فاتت دي يعني استحملت ان انت صاحبي. طب ما تغيرش الموضوع. بتخانق في البيت ولا ايه؟ دي رحمه بس قربت تولد وانا مظبط ان انزل في الميعاد بتاع الولاده، بس هي قلقانه ما احضرش وبطمنها. يعني الوش اللي انت عامله ده كله عشان مستني خبر حلو؟ امال لو مستني خبر وحش كنت عملت ايه؟ لا طبعا انا متعصب بس عشان مش لاقي اسم للبنت. بسيطه. سميها نور. سميها نور؟ ده لو اخر اسم في العالم مش هسميه لها. طب عايز تريح دماغك خلي رحمه هي اللي تسمي. لا يا حبيبي احنا متفقين، لو ولد هي هتسميه، لو بنت بتاعتي انا. انا اقول لك ايه؟ طب ما اعمل قرعه، اختار 3 اسماء انت بتحبهم، حطهم في ظرف وغمض عينك اختار اسم. غمض عينك اختار اسم؟ لا يمكن هعمل كده طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا هلاقيه بس مش عارف ازاي، بس هلاقيه. لا هو هيبقى نور في الاخر. لا مش هيبقى والله نور. هتشوف. هتشوف انت. هي بنتك ولا بنتي يا ابني؟ ده ايه الواد ده؟ المزرعة دي فيها أبو البراء أو ناصر، وتأكدنا من وجوده فيها بعد ما نقل زوجاته وولاده ليها. خلي بالك ناصر من أخطر عناصر التنظيم. حول مزرعته لسكنة، وأكيد مفخخ مداخلها ومخارجها بعبوات. مظبوط يا فندم، عشان كده لازم ناخد في الاعتبار إن في ستات وأطفال في المزرعة. البيت ده فيه ناصر، والبيت ده فيه الزوجات والأطفال، والبيت ده مبيت العناصر وفي ظهره مخازن السلاح. لازم خطة للمداهمة والقضاء على كل العناصر الموجودة، وعلى رأسهم ناصر. تمام يا فندم. ابدا طلب مني شويه تحاليل وقال لي حط القطره دي فهمشي عليها شويه اما اشوف ايه اللي هيحصل يعني. في ايه يا امنه؟ هو في حاجة مهمة عاوزة أكلمك فيها. خير؟ نور احنا هنا مش في القاهرة. يعني هناك عادي إن احنا نتكلم ونتقابل واحنا مفيش حاجة ما بيننا. بس هنا مش عادي. خاصة يعني إن آخر كام شهر أنت بقيت تيجي المستشفى كتير. وأنا بصراحة مش عاوزة حد يتكلم عليا. اكيد طبعا. انا ما يرضينيش ان حد يتكلم عليكي نص كلمه. انا باجي كتير فعلا، بس انا ببقى عايز
طب انا هبقى اكلمك في التليفون. ادخل. ازيك؟ الحمد لله. لو انت مش فاضيه او وراكي اي حاجه، انا هم 5 دقايق بالظبط وهمشي. اتفضلي. بص يا ستي، انا الفتره اللي فاتت دي يعني حبيت المستشفى قوي وحابب ان دايما اكون موجود هنا وكده، وانا فاهم كويس ان احنا مش في القاهره، وانه مفيش يعني حاجه رسميه وكده. فانا شايف ان احنا نرتبط رسمي. لا مش فاهمه. يعني انت قصدك نور؟ اصل انت بتهزر فانا مش عارفه افهم. يعني بحبك يا امنه. زمان انا كنت بهرب من المواضيع دي، اول ما بحس بحاجه اطلع اجري. المره دي ما قدرتش. حاسس اني عايز اشوفك طول الوقت وعايز اتكلم معاكي. انا بحبك بجد. وانا كمان يعني حاسه بحاجات حلوه. ايوه حاجات ايه؟ ايه حاجات حلوه دي؟ وانا جايب لك بسبوسه؟ لا يعني انا كمان زيك بالظبط. ايوه زي بالظبط ايه؟ هو انا اتسرعت ولا حاجه؟ وربنا كان قلبي حاسس. طب ومستني ايه؟ انت عارف يا معلم، انا دماغي ما كانتش مستسلمه على موضوع الجواز ده. محتاج بقى ارجع اسستمها من الاول تاني. هتقضي عمرك كله لوحدك يعني؟ اكيد هيجي عليك وقت وتتجوز. طالما ربنا رزق بقى يعني وكرم ببنت الحلال، خلص بقى القصه دي يا نور. طب وايه اللي خلاك تستحمل شغلانتنا دي يا اسلام؟ يعني ايه اللي خلاك تستحمل شغلانتها؟ هي واخداك يعني وانت شغال كول سنتر؟ ما واخداك وانت ظابط جيش يا نور. على فكره امنه اكتر واحده تبقى فاهمه شغلانتك دي كويس ومقدراها كويس قوي، لان هي عايشه هناك وشافت اللي بيحصل ده بعينيها. انت فاكر احنا عرفناها ازاي؟ احنا فاتحين عليها انا وانت عربيه الاسعاف، فاكرانا هنضربها بالنار. ايوه صح. بقول لك ايه، خلص القصه دي وقول لاهلك. يا لهو على الفرحه اللي في زوزو هتبقى فيها. ده زوزو هتتنطط من الفرحه. بقول لك ايه، اوعى تجيب سيره لامك على الحوار ده، لان هي اكيد هتقول لزوزو، وزوزو ساعتها هتركب على نافوخي مش هتنزل. مش هقول، اقسم بالله ما هقول حاجه. خلاص اسلام، والله ما هقول حاجه. خلاص بقى. بعدين ايه حكايه التجديف دي؟ وانا بعمل علاج طبيعي قابلت كابتن كده مدرب تجديف يعني ابن حلال، كان عنده اصابه في كتفه برضه بيأهل معاه. فقال لي تعالى جرب، قلت اجي. بعدين حبيت الموضوع قوي، بعدين بدات اتمرن كويس، بعدين قالوا لي انت كويس، وقدمت بطوله الجمهوريه وخدت مركز مش وحش يعني، خامس كويس. بس بقى بدات ادوس على نفسي، عايز اركز اكتر وعايز ادخل بطوله العالم. العالم؟ والله قدها وقدود يا معلم، والله قدها وقدود. طب لو احتجت حاجه في التجديف يبقى اسالني، انا برضه بفهم قوي يعني في الحاجات دي. بجد والله؟ ماشي. وانت لو حد وقفك في كمين ولا حاجه كلمني. مين ده اللي يوقفني في كمين يا عم؟ تعرفش انا مين ولا ايه؟ اول يوم ركبت الابيض ده وقعت. معلش، هي البدايات بتبقى صعبه. بدأني يا باشا. يا ماما قلت لك ارتاحي بس، وانا هعمل انا كل حاجه النهارده. ولا حاجه، مفيش حاجه. تعالي طب تعالي بس. ده بس من الصيام. هو مش الدكتور قال لك بلاش تصومي؟ لا، انا ظبطت الادويه بتاعتي على الفطور وعلى السحور. وبعدين فين السلطه اللي قلت لك عليها؟ الله، ما انا عملتها من ساعه وفي الثلاجه. طب وبعدين فين الكنافه؟ الكنافه بقى انا جبتها جاهزه عشان نور بيحب الكنافه بالنوتيلا. جاهزه ايه؟ جاهزه ايه؟ الكنافه تبقى جاهزه ازاي؟ بقول لك ايه، دلوقتي اطلعي بره كده دلوقتي وسيبيني ما تلخبطينيش. يا ماما بس عايزه اساعدك. اطلعي بره دلوقتي. بس استهدوا بالله. في ايه؟ عايزه تطردني من المطبخ. طب وايه الجديد يعني؟ ما انت كل سنه 1 رمضان بتطردي من المطبخ. يلا شدي عجلك يلا. مش انا هروح اصحي بنتي بقى عشان الاذان قرب. اتصرف انت بقى معاها. طيب تمام. ايه يا عسل، انت مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ انا زي الفل. يلا امشي من وش السعادة
وخد الاكل ده معاك على السفره. حاضر. يلا. ولا ايه؟ هو الفطار فاضل عليه قد ايه؟ لسه بدري، فاضل اكتر من نص ساعه. يا قلب امك يا حبيبي، يا قلب امك. احنا محتاجين نزود عدد الافراد في المجموعه يا فندم. موافق جدا. بره المستشفى ايه صحيح؟ مستشفى؟ يعني ايه؟ احكي جاي كده على المستشفى ما تقوليش. يا اخي خد رايي يا اخي، خد رايي يا اخي. الموضوع شكله هيقلب بجد، هروح اقابل اهلها. امال كافش كده ليه؟ كلامك اصحاب ولا مش عايز تاخد رايي؟ يا ريت. في حد عاقل يتجوز يا مجنون؟ على فكره انا بقول كده برضه، بس الحاجه في البيت بتزن وبصراحه البنت كويسه. عندك حق، بس واضح انك واخد الموضوع جد فعلا. يا عم لو ربنا ميسرها وانت مرتاح اتكل على الله. في حاجه كده الواحد ما بيحسهاش ما يفهمها الا لما يبقى فيها. غير مهمه. حاجه تستاهل كل خير. طب يلا عشان الاذان هيدن خلاص. ويبدا نازل اجازه النهارده؟ الدكتوره قالت لي مراتي هتولد يا النهارده يا بكره، فانا هنزل من دلوقتي بقى على طول. صحيح هتسمي نور فعلا؟ هو انت لحقت تقول له؟ يا عم قول له يمكن يطلع باسم جديد، بس قال لي نور اسم عظيم. طب مش هسميها نور. ايه رايك ان انا مش هسميها خالص؟ طب ايه؟ يلا بس ايه بسرعه كده عشان نلحق دور شاي. يلا. والله. الله، مين اللي بيكلمك دلوقتي يا عم نور؟ هتلاقي امي. امي. عرفت بقى ليه مش هسميها نور؟ عندك حق. الو. انت لسه في المستشفى ولا ايه؟ لسه في المستشفى، هاخد شيفت يخلص الساعة 8 الصبح. انت اتسحرت؟ يعني كلت لقمه كده على السريع. بقول لك ايه، احنا بكره على ميعادنا بعد الفطار ولا ناويه تخلعي ولا ايه؟ ايوه، ماما كلمت خالي وهو مستنيك بعد الفطار. طيب خلاص اشوفك بعد الفطار. خلي بالك من نفسك. باي باي. والله يا اخي الواحد مبسوط ان الاسلام بقى كويس. الحمد لله. امبارح قلت انزل معاه نمشي ربع كرسي كده، لقيته بيلعب كرسي كامل ابن اللذينه ما شاء الله. احنا اتاكدنا ان وحيد ومراته سابوا البيت اللي في العريش. وكمال؟ كمال مش موجود في سينا من اكتر من شهر. لازم نعرف كمال راح فين. هيحصل يا فندم. رأفت، في صمت لاسلكي فجأة لكل التكفيريين. ايه يا رأفت؟ في صمت لاسلكي فجأة لكل التكفيريين يا فندم. هنعمل ايه؟ ركزوا معايا. دبر شركة بالسطح. اثبت في مكانك. ارجع جوا. ارجع جوا. اضرب على العربية المفخخة.
ينفع ننزل وسطيهم بالسلاح ده. عايزين نبقى شبههم. كلوا واشربوا يا رجاله، وروحوا قولوا لبقيه الرجاله كل ياكل ويشرب. اليوم لسه طويل، ويجوز الافطار في الحرب وفي السفر، واحنا في حرب وعلى سفر. فجر العبوات.
نور 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 اسعاف اسعاف بسرعه رد عليا يا نور 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 بسرعه اسعاف بسرعه نور نور دوريات الجيش بتمشط كل حته في الشيخ زويد ورفح والعريش، ورجاله مش عارفه تتحرك على فين، وفي رجاله كتير ماتت، حتى المصابين مش عارفين ننقلهم ولا نوديهم على فين، وابو اسامه وحكيم اختفوا ومش عارفين مكانهم فين. الحمد لله. حتى لو ماتوا كلهم مش مشكلة دول عند ربنا، واحنا في ايام مفترجة. احنا عملنا بيان باننا عملنا هجوم كبير وانسحبنا بعد تدخل الطيران، وده خوفا على اهالي سينا. اعتقد ان الاخوه فخورين بينا جدا، وهينشروا ده على قنواتهم وعلى الانترنت لايام وشهور جايه. طب نشدد الحراسه هنا؟ لا لا لا، ما تعملش حاجه غير معتاده. الجيش الفتره اللي جايه دي هيقابل مجموعات ورجاله بتتحرك في كل مكان، وده هيشغلهم انهم يعرفوا انا فين. لكن احنا شكلنا كده مش هنعرف نتحرك من هنا، والفترة طويلة جدا. الدكاترة بيقولوا إن إصابته كبيرة، بس الحمد لله مش خطر. أنا رتبت نقله الجلاء العسكري بأقصى سرعة. أنا هفضل هنا، ولو هيتنقل هبقى معاه. هو ده بالظبط اللي نور كان هيعمله لو كان مكانك. ربنا يخلينا دايما في ظهر بعض. ده واجب لازم كلنا نعمله. سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم. نور نور يا حبيبي، أنا ماما. نور يا حبيبي، يا رب يا رب ما تحرمنيش منه يا رب. نور نور يا حبيبي، نور نور يا حبيبي. دكتور يا دكتور، نور نور أنا خايفة. ما تقلقيش ما تقلقيش، انا هروح عندها للدكتور دلوقتي. أيوة. نور نور يا حبيبي، أنا ماما. انت ايه اللي جابك العرايش؟ أنا في القاهرة يا حبيبي. دي الدكتورة أمنة هي اللي جت معاك من عريش. أنت كويس يا قلبي؟ بابا كان هنا بس راح البيت عشان نجيب شوية حاجات ليا، وهيجيب أختك كمان وجوزها. أنت عارف مين كان هنا يا حبيبي؟ إسلام. إسلام كان هنا بس راح يوصل مامته ورجع على طول.
انت كويس يا حبيبي؟ يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يا كنس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احنا كنا خايفين تدخل في غيبوبة، بس الحمد لله دلوقتي يا بطل. احنا بقى عندنا كام حاجة كده محتاجين نشتغل عليها. أولها وأهمها حكاية الكسر اللي في رجلك ده. أنت هتعمل عملية وهتركب مسامير. ليه عملية يا دكتور؟ لازم عملية، ما ينفعش يعني جبس عشان البنج بس. ما هو لو كان ينفع كان عمل كده يا زاهية. استني شوية بس. أصل هياخد بنج تاني واخد بنج قبل كده. احنا هنستنى 48 ساعة عشان معدلاتك الحيوية تبقى مطمئنة، وبعد كده نبتدي العلاج واحدة واحدة. طب سؤال يا دكتور بس عشان ابقى فاهم، انا هرجع الشغل امتى؟ أنا عشان أكون صريح معاك يعني مش قبل 6 شهور. كتير يا دكتور دول. معلش اسمع كلام الدكتور اللي يقول عليه. طيب استأذنكم أنا. اتفضل حضرتك. طيب انا كمان عن اذنكم. امنه استني، انت رايحه فين؟ مش عرفك على اهلي. دي امي زاهيه. انت لسه هتعرفنا؟ احنا قاعدين مع دكتوره امنه اصلا من امبارح، ده غير ان هي اصلا ما سابتكش من ساعه ما كنت في المستشفى في العريش لحد ما وصلت لحد هنا. انا طبعا انبسطت قوي ان انا اتعرفت عليكم، وكنت اتمنى ان انا اتعرف عليكم في وقت احسن من كده. يعني الحمد لله ان انا اطمنت على نور، بس انا لازم ارجع العريش على طول دلوقتي. لا ما ينفعش، انت لازم تفطري معانا. لا يا طنط ملوش لازمه يعني التعب ده. ايه طنط دي؟ انا زوزو. انت هتيجي تفطري معانا وبعدين نيجي نطمن على نور. معلش يا زوزو انا لازم الحق الطريق قبل ما الدنيا تضلم. معلش يا بنتي من غير ما تحاول، مفيش حد فينا هنا يقدر يكسر لها اي كلمه، حتى نور ذات نفسه. اساليه كده. خلاص هي كده كده وافقت. يلا احنا. انا بقول يلا كده. بينا. يلا بينا. يلا يلا يا روح. يا حبيبي هي حلوه طويله زيك. السلام عليك يا نور. الله يسلمك يا روحي. هي دي بقى الدكتورة اللي انت اديتها بوبو بتاعي؟ لا بوبو بتاعك مع حد تاني، لما اطلع من المستشفى هقول لك مين هو. ليه؟ دي حلوة قوي يا نور، ما تتجوزها. امشي ورا أمك يلا يا لمضة. ماشي ماشي اوكي. خدت بالك قالت لك ايه؟ ما تقوليش يا طنط، تقولي لي يا زوزو. كبيرة دي خلي بالك عشان بتحبك. التانيين بقى تقول لهم ايه؟ زوزو مين؟ قولوا لي يا طنط. بقول لك يا بنت الناس، اديكي شايفه انا بتشلفط ازاي واحنا لسه على البر. يعني مثلا لو عايزه تخلعي اعتبري ان دي اخر دي اخر فرصه. بالراحه انت رجلك لسه. بالراحه. طيب انا بحبك على فكره ومش هقدر استغنى عنك. انا ايه؟ ما سمعتش بتقولي ايه؟ لا انت سمعت. يعني هتوجع تاني؟ خلاص يا نور. انت قلتي ايه؟ بحبك وايه؟ مش هقدر استغنى عنك. شويش بالراحه. مش عارف يا أسامة، تفتكر إن إحنا اعتمدنا على حكيم بشكل أكتر من اللازم؟ الدكتور حكيم ذكي ومهم، بس كان وده وقت كثير عشان يقوم بعملية كبيرة زي هذه. انا فهمت من الدكاتره اللي انت قدامك عمليتين كده وترجع معايا على القطاع ولا ايه؟ والله انا بقول لهم انا عايز اطلع على طول على القطاع، هم اللي مش راضيين، بيقولوا فيها شويه وقت. يا عم مش مهم الوقت، اهم حاجه ترجع زي الاول ان شاء الله. اخبار الدنيا هناك ايه؟ سيطره. العناصر اللي نفذت العمليه دي اغلبها اجنبيه، دخلوا مخصوص سينا عشان ينفذوا العمليه دي. 95% منهم اتصفوا على ايدين حضرتك، والباقي القوات بتمشط عشان تجيبهم. طب الحمد لله، دي اخبار حلوه. عارف اللي مضايقني؟ ما عرفتش احضر عزا ترديري.
اطمن. الرجاله قامت بالواجب وزياده. طمني. اخبار الدكتوره امنه ايه؟ الدكتوره امنه محتاجه دلوقتي دعواتنا لان امي دخلتها في مرحله الاختبارات. هتخليها تكسر البندق بسنانها وتشد لها شعرها والحاجات دي. انا بقول تاخدها معاك على العريش وانت راجع عشان تريحها من اللي هي فيه ده. يلا. اهلا. قوم يا عم دول، انت استحليت القعده ولا ايه؟ ازيك يا هيما؟ وحشني. ازيك يا عامل ايه؟ يا سولم. ازيك يا هيما؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. مبروك مجالك يا سيدي، تتربى في عزك. ربنا يخليك. مجالك ايه؟ انت خلفت؟ امال ايه؟ تتكلم بجد؟ امال انت فاكر ايه يا ابني؟ وطبعا تعاطفا مع حالتي دي سميت نور. ولا تعاطفت معاك لحظه يا ابني، انت بسبع تروح زي القطط. سميت ايه بقى على كده؟ سميتها حياه. اتفضل. حياه؟ لا لا مش حياه، حياه. حياه حياه يا حبيبي مش حياه، انت لازم تكتب ايه محو امنيه دي خلاص. محو امنيه مفيش تعليق حياه ايه مربوطه. لا استاذن انا. السلام عليكم. سلام يا قائد نورت. لازم عندي شغل اخلصه قبل ما ارجع القطاع. 48 ساعه وتحصلني. في ظهرك. استمتع بالبيبي. تسلم. سلام يا رجاله. اقعد اسلم. سلام انت جايب معاك ايه وانت جاي دلوقتي؟ انا جبت فاكهه الصبح. طب وانا مالي جبت الصبح مش رحت وجيت تجيب حاجه تاني؟